اقول لك على افضل ترشيحات للصن بلوك يكون سعرها اقتصادي وبتحمي البشره كويس جدا من اشعه الشمس، وما بتسبب لناش اي وايت كاست او بتطلع حبوب او بتعمل اي ملمس دهني على البشره. طبعا كلنا داخلين على الصيف وكلنا محتاجين الصن بلوك لانه اول واهم خطوه في السكين كير بتاعنا، لانه مش بس بيحمينا من اشعه الشمس ان البشره ما تغمقش، ده كمان بيحمينا انه يحصل لنا تجاعيد مبكره او اي خطوط في البشره، لان التعرض المباشر يا جماعه للشمس بدون ما نحط صن بلوك بيكسر لنا الكولاجين اللي موجود في البشره، وده بيسبب لنا تجاعيد مبكره واكسده في البشره ومشاكل تانية كتير. اول ترشيح معانا وهو الصن بلوك ده من أليجن، وده من افضل الصن بلوك اللي امتصاصه سريع جدا، ما بيعمل لناش اي حبوب تحت الجلد او بيسبب لنا اي ملمس دهني على البشره. تاني واحد وهو الصن بلوك ده من ابي، هو في منه 3 اديشن. الاديشن الاولاني جل شفاف، والاتنين التانيين تنتد بلونين مختلفين عشان يناسبوا كل انواع البشره. تالت واحد وهو الصن بلوك ده من دراكون، وده من الحاجات اللي سعرها اقتصادي وفي نفس الوقت الافكت بتاعها على البشره حلو جدا، ما بيعمل لناش اي مشاكل خالص، امتصاصه كويس جدا، ما بيعملش اي وايت كاست، واسعارهم كلها مناسبه. بس انا قلت لكم من الاغلى للارخص، الفرق بينهم بيبقى حاجات بسيطه، ولكنهم من الترشيحات في الفئه الاقتصاديه اللي بتحمي البشره وفي نفس الوقت ما بتكونش بتسبب لها اي مشاكل. تقدري تحطيهم تحت الميك اب عادي جدا، مش هيعمل لك اي مشكله، وطبعا انا ما بفضلش التعرض للشمس واحنا حاطين ميك اب. ودول كانوا من سلسله منتجات اقتصاديه واحلى من الغاليه بكتير.